قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل أهلا به أهلا مرحبا به سهلا أهلا به مرحبا به قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل ويا أهلا بكم في بداية حلقة جديدة من برنامج لجل النبي عليه الصلاة والسلام، وما زلنا في هذه الروحانيات الجميلة التي ما أحوجنا إليها في مثل هذه الأيام ومثل هذه الظروف. ما زلنا نعيش مع المقامات الصوتية، هذه النعمة الإلهية، لأن الحق سبحانه وتعالى جعل كل الآلات التي وجدت في الكون منشأها وهي تقلد شيء وجزء في جسم الإنسان. المقامات الصوتية هي التي تجمل القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام وجهنا وأرشدنا بأن نجمل القرآن بأصواتنا عند قراءته. النهاردة بنعيش مع مقام الصبا. مقام الصبا، وأول من استخدم هذا المقام في قراءته للقرآن الكريم كان خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم خير الصحابة سيدنا أبو بكر الصديق، ثم الصحابة بعد ذلك، ثم سيدنا عبد الله ابن مسعود الذي اشتهر بجمال الصوت وشجي الصوت. سنعيش هذه الحلقة مع مقام الصبا، وما هذا كلنا بنسمع مقام الصبا في قراءات فطاحل القراء ومشاهير القراء. لعل الشيخ محمد رفعت من الذين كانوا لهم الأستاذية والسبق في هذا الأمر، أيضا فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وكثير من مشايخنا، ونقل عنهم أيضا المشايخ الجدد سواء في الخليج وفي أماكن أخرى. أرحب بضيوفي المحترمين في هذه الحلقة من برنامج لجل النبي عليه الصلاة والسلام. أرحب بالأستاذ طه عبد الوهاب، خبير المقامات الصوتية والمحكم الدولي. أهلا يا أستاذ طه، سعداء بوجود حضرتك. أرحب أيضا بالقارئ والمبتهل الشيخ محمد السيد. أهلا فضيلة الشيخ. أهلا بك يا أستاذ. ومعنا أيضا فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ محمد الخولي. لابد من يعني طبلوه جميل وجزء جميل من صوت حضرتك، ويعقب أستاذ طه. هتبدأ بيها يا شيخ محمد. تلاوة قرآنية. اتفضل. أنا بقترح شيء بعد إذنكم. فضل. يعني أنا سبحان الله، الحلقة الماضية كان الحوار كله يدور حول الشيخ محمد رفعت رحمه الله. تمام. هو علامة في عالم قراءة القرآن. يعني انتبه لهذا، ولذلك دعا الشيخ محمد، لأن الشيخ محمد الخولي الثاني العالم في المسابقة الدولية، وهو من أمهر الناس الذي الشيخ محمد رفعت رحمه الله. طبعا الشيخ عبد الناصر حرك وكله، هو الشيخ محمد بسيوني قالوا ما شاء الله يعني عليهم، قالوا جمل رائعة منه. فمعانا الشيخ محمد نسمع منه تقليد للشيخ رفعت، وانا من ضمن الناس اللي بحب اسمع منك هذا يعني. اتفضل يا شيخ محمد. نقول مقطوعة بقى صغيرة يعني. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه
نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق الله العظيم. أكرمك الله يا شيخ محمد. واضح أستاذ طه بأن مقام الصبا كله شجن أكيد، وكله روحانيات وكله عاطفة، علشان كده بيقولوا أن مقام الصبا شرقي خالص أكيد، وليس له علاقة بالغربية في شيء. فحضرتك عايزك تكلمني بداية حتى يتعايش معي السادة المشاهدين، كلمنا عن مقام الصبا، تعريفه وخلفية عامة عنه. أولا تعليقا على التلاوة الرائعة، فضل. عشان حتى لا يختلط الأمر بالنسبة للمشاهد. الشيخ محمد ما شاء الله عليه طبعا هو استخدم مقام البيات، وفي نهاية الجملة، وده المعهود للشيخ رفعت ان هو في نهايه الجمله يمس مقام تاني، فيبقى نقلنا الفرع حاجه تانية، يعني بيقول بياتي ويقفل على درجه السيكه، فيبقى مقام اسمه العراق. ده بطبيعه الشيخ محمد رفعت كان في صوته شجن، حتى لما يقول اي مقام فيه حزن في التلاوه، فيعطيك احساس خشوع. لا يحزن. من الذي يخشع؟ اللي لازم يكون حزين. تمام، اكيد، تمام. هذا من ناحية. طبعا انتقاله المقام الهزام كمان مش من الدرجة بتاعته موسيقي، مش من درجة الهزام الصحيحة، وده الإبداع أو الإعجاز في القراءة، إن بيسخر المقامات. كان الشيخ رفعت يعمل كده، يسخر المقامات زي ما هو عايز، مش زي ما المقامات عايزة. يبقى إذن المقامات اللي تأخذ منه يبقى تعليق كان صحيح، وبحيي على هذه التلاوة. أما مقام الصبا الحزن، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا لدرجة قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم. أوصانا بالتغني، وكلمة التغني هي الاضطراب بالكلمات الموزونة وغير الموزونة، ومطلوب التحزين والتحزين. لازم التحزين. ليه التحزين؟ لأن التحزين في التلاوة يمكن المقام الوحيد اللي بيستخدم في 5 مواضع. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن مقام الصبا، قلنا بيعبر عن البشرى والعظمة فقط. أما التحزين في التلاوة في مواضع كثيرة، في 5 أماكن بيستخدمها القارئ في التحزين. إذا بعد عن هذه المواضع يستصل المعنى إلى المستمع خطأ. بمعنى ماشي، يعني دايما اقول استاذ طه، انا عايز حضرتك استاذنك واوضح لك حاجه، بان احنا وقتنا النهارده عشان التعديل اللي حصل، فاحنا وقتنا نص وقتنا، يعني كنا كل حلقه بنبقى ساعه، فعايزين حضرتك توظف بقى تعمل عداله في الشرح والتوضيح والسمع بين الاخوه الافاضل. حضرتك تتولى هذا الامر في القسم العادل. تحت امرك. طبعا انا محتاج 5 دقائق فقط. اتفضل. 5 مواضع للقارئ المفروض يستخدم هذا المقام. اتفضل. ليس كل البكاء حزن. واحد يقول لك انا نفسي اروح للنبي ويبكي، هذا حزين؟ لا، ده مشتاق. زي غافر الذنب قابل التوبه، انا مشتاق ان اكون من المغفور لهم والمقبول توبتهم. ده المطلوب القارئ يحزن التلاوه فيها. بكاء الندم ويا اسفاه، والذين يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، اي ندم لابد بتحزين. ادي النوع الثاني. الثالث بكاء الألم، أي مفرد يرد على لسان أهل النار لابد بهذا المقام. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا
قالوا بلى ما ينفعش اقول قالوا بلى، ده مش في النار كده. قالوا بلى كأن القارئ بيقول بيصور لي حالة كده. النوع الرابع اللي هو بكاء التذلل، الدعاء، اي دعاء في القرآن لابد بتذلل. جميل. ده الرابع. الاخير الحزن على فعل الغير، اي انسان انت ما تشوف انسان بيعمل شيء بيغضب ربنا انت بتحزن على فعله، مش تبقى فرحان فيه او شمتان فيه. ده النبي عليه الصلاه والسلام لما مرت عليه جنازه يهودي وقف وقال اليست هذه نفس. انا عايز اسمع حضرتك، نسمع الشيخ محمد السيد وترجع ايضا بالتعقيب ان شاء الله. الشيخ محمد اتفضل. سيدي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. سيدي يا رسول الله مثلك لم يكن في العالمين، مثلك لم يكن في العالمين، مثلك لم يكن في العالمين، وحق من نباك عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا وما وجدوا وصفا لنور بهاك. الله ينور. عايز اسمع ابتهل منك عشان الاستاذ طه يعقب على طرقت باب الرجاء والناس قد راقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فلا تردنها رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. استاذ طه، احنا سمعنا صوتين الشيخ جمال محمد قوي. السيد بدأ انا حاسس كده بالبساطه كده في اختلاف في المقامات في طبقات الصوت. انا بقول ما شاء الله. يعني انا معانا صوت الشيخ محمد، صوت جهوري قوي من نوعيه الباريتون اللي هو بيقولوا عليه طبقه عريضه. صوت مفتوح جهوري. ايوه. اسمها النوع الثاني اللي هو متوسط الغلظه، وصوت عريض ومساحته انا يعني الصوت بيهزني وانا قاعد ما شاء الله عليه. عجبني قوي كلمه الشعراء، ما مدهاش، ما قالش الشعراء حتى لا يختلط الامر على المستمع ان هذا قران.
القرآن له خصوصياته، له أحكامه. وننتقل بقى لمحمد الخولي، ده ابني وانا اللي مربيه، ولذلك ببقى ايه قاسي عليه شويه. يعني الصوت طبعا تنور بقى والجوابات زي ما هو عايز. البياتي والكرد ابدع فيه، وبيسمع الشيخ محمد عمران كتير. بس طبعا انا عاتب عليه ان هو قال انت وقال غنى، ده احكام التجويد حاجه. ده بينك وبينه مش على الهوا بقى. لا ده على الهوا، ده ابني. محمد انا من زمان قلت له خد بالك انت سياتي يوم عليك تكون قارئ مصر الاول ان شاء الله، باذن الله. بس باذن الله مع الاجتهاد مع الولاده ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. المقام الصبا تميز به وامتلكه، وكان له الاستاذيه كتير من مشايخنا في مقدمتهم، وعلى رأسهم مرحوم الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الباسط. لكن الشيخ البهتيمي بالشجن الواضح في صوته، الشيخ شعيشع، لماذا كانوا يتميزوا قوي في اتقان مقام الصبا؟ بالنسبه للشيخ كامل يوسف البهتيمي رحمه الله، هو بطبيعه صوته على فكره كان بيستخدم مقام مختلف خالص عن الصبا. هو طبعا ابدع في هذا المقام، ولكن كان بيستخدم مقام الشاهيناز من فروع الحجاز، ويقولوا منطقه الجواب. فكان بيحتاج جهد جامد جدا. ويمكن اتصل بي في كتاب قريب ان شاء الله بيتعمل الاستاذ تامر البهتيمي بالعيله، يعني من العيله. فعامل كتاب هو طبعا عن قصه حياته وقايل اسرار خطيره وصور حديثه، اهم الاسرار. فلا مش هنتكلم عنها. انما انا سعيد جدا ان انا قدرت من خلال صوته اكتشف اشياء فيه. يعني قلت من يستخدم هذا المقام في هذه المنطقه لابد بينهي بصرخه. وهذا الرجل كان من نوع اللي عنده احساس قوي، صوت يسمع ويحس فعلا. ولذلك تعجب جدا استاذ تامر وانا بقول له الراجل ده كان مش بكرش. قال لي عرفك؟ قلت له بيقول من طبقات بتحتاج عضلات في البطن قويه، الحجاب الحاجز يكون نشط. ايوه عشان ما هو نشط ليه؟ لان العضلات بتضغط على المعده. ادي حاجه. قلت له الراجل ده حساس قوي، ولذلك اكيد كان معرض لامراض لا يصاب بها الا الانسان اللي بيقول عليها الانسان اللي عنده دم، الانسان اللي بيحس، زي السكر، زي الضغط، زي الجلطه. والراجل ده فعلا اصيب بهذه الامراض. ومع هذا كان حينما يجلس يقرا هو مع القران تارك كل حاجه. نعم. واحيانا انا لما اسمعه لا اتخيل هذه المعلومات الجميله. هل كل قارئ ومبتهل بادئ يجب انه يعرف امكانات صوته ويعرف المقامات اللي يقدر يستفيد منها باقصى درجه؟ ده مطلوب في المبتدئ؟ لا، هو انا في فكره تانية مختلفه خالص. يعني مش انا اللي احدد المقام، او في كل انسان له شخصيه جواه. جميل. كويس. جميل. كل مقام لون بيمثل شخصيه البني ادم. يعني مقام الشاهيناز ده مقام المتمرد اللي ناقد للوضع دائما. دي كانت شخصيه الشيخ كامل يوسف البهتيمي رحمه الله. كان متمرد على طبقه صوته نفسها، كان بيقول طبقات هي مش موجوده ولازم يقولها ويتمكن ويضغط على صحته. نعم. ادي شيء. متمرد على الاسلوب اللي كان النغمي اللي كان موجود. كان دايما في اطراب زياده عن اللزوم. لا، هو كان تحس انه واعظ على منبر. حب يوجد لنا مدرسه جديده. ومدرسه فعلا. عايز مقام الصبا الانسان اللي فيه تذلل وتضرع، وده وضع تاني. اما بصمه الصوت ديت كل انسان فيه. نسمع تطبيق من مشايخنا المحترمين. اتفضل الشيخ محمد سيد. اتفضل. حبيبي أحمد ياسين طه، حبيبي أحمد ياسين طه، شفيع المذنبين ومصطفائي، وأفضل من تشق الأرض عنه ويحشر بالمواكب والبهاء،
ويحشر آدم والرسل طرا وكل الأنبياء تحت اللواء وكل الأنبياء تقول نفسي وكل الأنبياء تقول نفسي وأحمدنا حبيبي لا ينادي من ورائي ينادي ربي لا أرجوك نفسي ينادي ربي لا أرجوك أمي ولكن أمتي أقصى منائي يناديه فسل تعطى ابتهاجا لأجلك رحمتي سبقت عذابي. الله يا شيخ محمد السيد يفتح عليك ربنا. شيخ محمد الخولي رد على أخوك الشيخ محمد السيد. رد عليه. نموذج مقام الصلاة اسمه قراءة، ايه رأيك؟ طيب اسمها قراءة. نخش بداية آخر البقرة. لا اتفضل. وخد عجم وخش في الصلاة. اتفضل. خد اللي أنت عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم، الله يفتح عليك. جميل. عايز تاخد معاك في الإجابة يا أستاذ طه، يعني بعد تعقيب على مشايخنا الأفاضل، من الأصوات الجميلة اللي تميزت في مقام الصبا عندنا في مصر فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. نعم. ولكن أيضا ونصر الدين طبار والشيخ نصر الدين طبار وفي ناس كتير، لكن القراء في دول الخليج أيضا ابتدوا يتميزوا زي الشيخ خالد القحطاني والشيخ عبد الرحمن الحذيفي. نعم. عايزك تجاوبني، هل اللهجة، يعني اللهجة المصرية أكيد اللهجة الخليجية أو بيبقى لها طابع، هل أداء اللهجة مع المقامات بيختلف؟ أكيد طبعا، كل منطقة في العالم لها لكنة في الكلام نفسه. تمام. في منطقة الخليج وفي نطق الحروف. منطقة الخليج دايما بتميل لمقام الكرد. الكرد. مصر مثلا البياتي والصبع. تونس والمغرب لأنهم بيتكلموا فرنساوي دايما، فتبص تلاقي وبريطانيا الدول الأجنبية العجم اللي هو الدوماجير اللي حضرتك بتستخدمه في النشرات
إنه ده قانون اللي هو استخدمه الشيخ محمد في البدايه، لان ده قانون لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قانون. وانت مولانا برضو قانون. الباقي كله قالوا بالتذلل والجميل دعاء، عشان احييه عليه انه قالوا بطبقه منخفضه. هل الله قريبا فنناجيه ام بعيدا فنناديه؟ فنزلت الايه واذا سالك عبادي عني فاني قريب. مع العلم ان في كل موقف يقول قل يسالونك عن الانفال، قل يسالونك ماذا ينفقون قل. اما في هذا فلا وساطه، كنايه عن قرب الله. فهو استخدم طبقه قرار، حتى واحنا قاعدين بدانا نقول ايه؟ امين يا رب. يبقى كده نقلنا من حاله الاطراب والتعايش مع النغم الى حاله التعبد. اذا وصل القارئ بالجمهور اللي بيسمعوا انه ينقلهم من حاله السمع الى حاله التعبد، يبقى كده القارئ ناجح متميز. او انه يعيش الحاله سواء ايات جنه او نار يعيشها، فكده ده نوع من النجاح. ما هو نقلني من ارض الواقع، خلاني مع القران معاه، يبقى هو كده ناجح ما شاء الله. جميل. طيب بالنسبه للشيخ محمد قال مقطع برضو جميل جدا. الشيخ محمد طبعا واضح جدا ان هو بيستخدم الشغل الريتميك اللي فيه السرعه، متمسك بسرعه معينه. حتى ايه في البدايه تبص تلاقي رجله ماسكه وحده زمنيه، ده كويس. ولما يلاقي الصوت هيأثر، لان في استوديو الصوت حساس، انا من غير ما اشوف انا واثق تماما، ولو انا غلطان يقول لي صبعه الكبير بيعمل كده جوه الحذاء بتاعه، ماسك الوحده الزمنيه، حاسس بيه. طيب. ان شاء الله عليه. شيخ محمد، يعني اوشكنا على الانتهاء، سمعنا حاجه حضرتك. رسول الله نبي زاله خلق أضاء الكون كالقمر، كريم الأصل معطاء، كريم الأصل معطاء، كماء فاض من نهري، ويوم البعث يسقينا ويروينا من الحر، ونلت بمدحه شرفا، ونلت بمدحه شرفا، وأوسمة على صدري، وبعد الموت أنوارا أنوارا تبدد ظلمة القبر. إلهي خذ بأيدينا على البر وفي البحر، إله الكون أدركنا وجد بالأمن والستر، إله الكون أدركنا وجد بالأمن والستر، وهب عزا لأمتنا، هب أمنا لمصرنا، هب أمنا لمصرنا وللإسلام بالنصر. الله يفتح عليك يا شيخ محمد، اللهم احفظ مصر. عايز أشكر ضيوفي المحترمين الذي يعني الوقت لم يسعدنا بأكثر من هذا لارتباطنا بخريطة البرامج اليومية.
لكن بشكر ضيوفي المحترمين الأستاذ طه عبد الوهاب خبير المقامات الصوتية والمحكم الدولي. شكرا يا أستاذ طه، وسعداء بإضافتك الجميلة. بشكر أيضا صاحب الصوت الشجي الجميل القوي القارئ والمبتهل الشيخ محمد السيد. شكرا فضيلة الشيخ محمد. وبشكر القارئ والمبتهل الشيخ محمد الخولي. بشكرك يا شيخ محمد. لكن عايزين التتر ينزل كده على صوتك الجميل وانت بتقول لنا ابتهال، يا ريت يكون فيه دعاء بالنصر والحفظ لمصرنا العزيزة، نختم به الحلقة إن شاء الله. لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث يوم القيامة. اللهم استجب دعاءنا. آمين يا رب. آمين. اللهم استجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا وارحم أمواتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل مصر بلدا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه يا ربنا إلى كل خير. اكرم عبيدك والنبي لاجل النبي. يا إله الكل كل انت عالم بيا كل يا إله الكل كل انت عالم بيا كل يكرموني انت شايف